اهلا وسهلا بيكم في البودكاست الخاص بكتاب 11 خلاصة للأم المحتاسة. النهاردة معانا أستاذة مروة طلبة كاتبة الفصل الخامس من الكتاب، واللي بتتكلم فيه عن السفنجة شاربة ايه. اهلا بيكي يا أستاذة مروة. اهلا بيكي يا مروة، عايزينك تعرفينا عليكي في الأول قبل أي كلام، خلي الجمهور يعرف مين هي مروة طلبة. انا مروة طلبة، اخصائي صحة نفسية وصعوبات تعلم وتنمية مهارات وتعديل سلوك. بشتغل مع الأطفال اللي بيعانوا من صعوبات التعلم واللي بيعانوا من فرط الحركة وقلة التركيز. خريجة آداب علم نفس سنة 2002. بعد ما ربنا كرمني وخلفت ابتديت ان انا كنت قعدت شوية بعيدة عن المجال، ابتديت ان انا احتك بقى بتربية ولادي وكده. رجعت تاني للمجال وابتديت ان انا اعمل ماجستير واعمل دبلومة بقى صعوبات تعلم ودرست اكتر من حاجة، ودرست تربية ايجابية وعملت ماجستير في الصحة النفسية في جامعة ستانفورد الحمد لله. وعملت يعني دخلت في اكتر من دراسة كلها بتصب في الصحة النفسية للطفل كلها بتصب في الصحة ومستوى الصحة النفسية للإنسان بشكل عام بشكل خاص. حلو قوي. الفصل بتاعك له عنوانين، عنوان رئيسي وعنوان فرعي. السفنجة شاربة ايه؟ العنوان الفرعي بتاعه ايه بقى؟ ما تخسريهمش عشان المذاكرة. ازاي بقى يا مروة ما نخسرهمش عشان المذاكرة؟ الأول أنا كنت طفل صعوبات تعلم، أنا كنت طفلة صعوبات تعلم أصلا، وكان كل المدرسين اللي كانوا بيقابلوني في حياتي على مستوى المراحل الدراسية كان كلهم بيقولوا لبابا بنتك ذكية بس العبية. بس عمرهم ما حد قال لي او حد ساعدني او حد فهمني او فهم بابايا ايه اللي انا محتاجاه اصلا، او ازاي ابقى مش لعبيه. وده كان التحدي الكبير اللي كان بيواجهني، اللي هو انا ما كانش حد فاهم مشكلتي، عشان كده ما كانش حد قادر يساعدني بالشكل اللي انا كنت محتاجاه. وبالتالي لما كبرت الحمد لله وربنا كرمني بقى عندي ولاد، كنت خايفة جدا من الحتة تحطيهم في نفس المكان بالظبط. ومش بس ولادي، كل الولاد اللي كنت بشتغل معاهم او اي ولاد في اي حتة كنت ببقى حاسة بيهم قوي. فكان نفسي اساعدهم قوي في الحتة ديت، ان هو ازاي ان احنا نفهم مشكلتهم عشان نقدر نساعدهم وندعمهم بالشكل اللي هم محتاجينه. لان للاسف المذاكرة بتتقلب لمعركة والام بتخسر فيها ولادها، وبنرجع في الاخر نشتكي بقى ان الولاد قلبهم قاسي، الولاد مش بيحبونا، عندهم لا مبالاة، ما عندهمش هدف في الحياة، ما عندهمش اسلوبهم وحش، اسلوبهم عنيف، متمردين، مشاكل كتيرة قوي سلوكية بقى بتواجهنا. وفي الاخر بلاقي اساسها ان هم ما تشخصوش صح، ما كانش فيه تشخيص صحيح، وده اثر على علاقه الام بابنها او ببنتها. انت عارفه يا مروه ان في امهات لغايه دلوقتي مش عارفين يفرقوا ما بين، يعني مثلا ابنك شقي او حركي، ما بين ان هو وصل لفرط حركه او مش عارفين هو عنده فعلا فرط حركه ولا هو شقاوه عاديه. لا، ده الموضوع ده حدث ولا حرج بقى يعني، وبقى فيه كلام كتير جدا، وبقى اي حد دلوقتي بيتكلم فيه، واي حد قرا له كلمتين او سمع فيها فيديو بيبتدي ان هو بيشخص الناس على اساسها، وهو ده للاسف ما بيبقاش صحيح. بيبقى مهم ان احنا نفهم اساس المشكله فين، احنا محتاجين نحدد مشكله كل واحد فينا عشان نقدر نساعده ونقدم له الدعم اللي هو محتاجه بالشكل اللي هو فعلا محتاجه. يعني انا شايفه ان معظم الاطفال دلوقتي عندهم تشتت علشان المشتتات اللي حواليهم اصلا للاسف. ده اسلوب الحياه اللي بقينا فيه كله من اكل وشرب وسكرينز 24 ساعه، حتى بيأثر على جودة النوم وجودة الحياة بشكل عام. فده كله طبعا للأسف خلى بقت الشكوى اسمها ايه؟ شكوى عامة في حتة التشتت. تمام. في الفصل بتاعك انت بتتكلمي عن نظريات زي نظرية بيجامليون تقريبا، صح؟ قلتها صح؟ وكاتبة فيها حاجات كتيرة تفهم الأم امتى وازاي العلاقة اللي ما بينك وما بين ابنك ما تبصش بسبب المذاكرة. بالظبط. كلميني اكتر بقى عن الفصل نفسه. كان مهم بالنسبة لي قوي ان احنا نفهم الطفل ده ايه اللي بيحصل جوه دماغه، هو بيفهم يعني ايه اللي بيبقى واصل له، وايه اللي بيخليه يتصرف معانا ويكون رد فعله بالطريقة ديت.
فده كان اهم نقطه مهمه قوي ان احنا نفهمها، او المدخل الاساسي ان احنا محتاجين نفهمه عشان نعرف نتعامل مع الطفل ده. لان هو مش وحش، هو مش مولود طفل شخص سيء بطبعه، ولكن هو ليه استجابه دماغه. فاحنا محتاجين نفهم ايه اللي بيحصل جوه دماغه عشان نعرف نوجهه صح، او نعرف نتعامل معاه، مش عليه ليبلنج ان هو شخص او انسان سيء، او هو قاصد ان هو يضايقني، او هو قاصد ان هو يكون لعبي، او هو ما بيحبش المذاكره وعايز يفضل لعبي. فانا محتاجه ان انا اعرف ايه اللي بيحصل جوه دماغه عشان اعرف اتعامل معاه، تفهم كتالوجه عشان افهم بالظبط، افهم ايه الكلمه ديت انا لو قلتها هتبقى مردودها ايه في دماغه، هيبقى مردودها ايه في سلوكه، في طريقه تعامله، هيفهمها ازاي، وبالتالي هتاثر عليه ازاي بعد كده في التعامل وفي القرار اللي هياخده. كل ده موجود جوه الفصل بتاعي. الحمد لله. طيب لما جينا يا مروه نختار الفصول اللي هنحطها في الكتاب، انت اخترتي الفصل ده السفنجه شاربه ايه في الاول. اشمعنى اخترتي الاسم ده والعنوان ده؟ المقصود بالسفنجه ان هو ان احنا بنلاقي زي ما كنا بنقول كده، احنا في مشاكل كتير بنرجع نشتكي منها، من تمرد، من كذب، من عنف، من عدوانيه، من اساءه سلوك بشكل عام. في حاجات كتيره بنيجي نشتكي منها، سواء بقى في المراهقه، سواء بقى في الولاد وهم صغيرين. لما بنرجع لأساسها بنلاقيها هي أساس علاقة الأم بابنها، أو العلاقة نفسها فيها تشوه ما، فبتبقى نتيجة اللي شرباه السفنجة ديت، أو اللي شرباه العلاقة دي، فبيطلع بعد كده في السلوكيات والقرارات اللي بتحصل. فهي بتبقى نتيجة. فأنا قبل ما أتعامل مع السلوك الخارجي اللي طالع من الطفل، هو ليه متمرد، هو ليه بيرد بعنف، هو ليه بيسيء السلوك، هو ليه ما بيذاكرش، هو ليه كاره المدرسة، هو ليه بيتهرب من الدراسة، هو ليه بيعمل كده في أي حاجة بيعملها مش عجبانا أو مش راضيين عنها، ايه السلوك ده أساسه ايه. فبنلاقي ان احنا مش عارفين نوصل لنقطة التقاء، بسبب ان احنا مش عارفين ننجل في العلاقة ديت، بسبب ان العلاقة دي شاربة مشاعر سلبية كتيرة. فبالتالي دي بتكون استجابة طبيعية للحاجات اللي هي شرباها، رد فعل للي متخزن. خد قرارات كتيرة عن نفسه، عن أمه، عن المذاكرة، عن المجتمع. فبالتالي دي ردود أفعاله للي خده من الأم وعلاقته بيها، وخاصة وقت المذاكرة. أنا عن نفسي ابني يا مروة دايما يقول لي إيه، الله يسامحه اللي اخترع المذاكرة والواجبات، وهو أصلا لسه في ثالثة ابتدائي. سؤال مهم ليك يا مروة، الفصل ده لكل أم بتمر بولادها بفترة المذاكرة، ولا للأمهات اللي أولادهم عندهم اضطرابات خاصة بالمذاكرة زي ما انت قلتي، فرط الحركة وتشتت الانتباه؟ لا، هو الفصل ده خاص بان احنا نحافظ على علاقتنا بيهم بشكل عام، وخصوصا وقت المذاكرة، وما نخليش المذاكرة تبقى عامل الهدم اللي بيهدم علاقتي بابني او ببنتي. يعني هيناسب كل أم سواء كان عنده اضطرابات او لا. بالظبط. اخر لقائنا يا مروه، تحبي تقولي ايه للام في نصايح للام تعملها من خلال قراءتها للفصل ده؟ اهم نقطه، اعرفي مشكلته عشان تقدري تساعديه، وما تخسريهوش عشان المذاكره. اللي بيحصل او الحاجه اللي مضايقاكي ممكن يكون ليها اسباب كتيره بتختلف من طفل للتاني، فاعرفي اساس مشكلته عشان تقدري تساعديه. وحقيقي فعلا في امهات كتيره لما بتفهم المشكله بتقولي انا اتغيرت من اول ما بتبتدي بس حته التشخيص. انا اتغيرت ليه؟ عشان ودي انا بشوفها كتير في حالات انا بتعامل معاها، تقولي انا اتغيرت في المعامله بتاعتي مجرد ان انا فهمت مشكلته. فمجرد انك تفهمي المشكله هو بيحل 50% من المشكله، فافهمي مشكلته عشان تقدري تساعديه. وزي ما قالت مروة طلبة في الفصل الخامس من كتاب 11 خلاصة الأم المحتاسة، إن معرفة مشكلة طفلك هي نصف الحل. أنا مستمتعة جدا يا مروة باللقاء بتاعنا، وأنا سعيدة جدا إن شاء الله بإذن الله. وما وثقوش لازم تقروا كتاب 11 خلاصة الأم المحتاسة، وقولوا لنا رأيكم، واكتبوا تحت في الكومنتس أي سؤال توجهوه لأستاذة مروة وهي ترد عليكم بشكل مباشر. إن شاء الله.